على موضوع الداو، احنا هذا كان موقفنا وقلنا اذا المشروع في مصلحه البلد امشوا فيه، اذا المشروع ثبت عندكم ان في اخطاء ما في جدوى اقتصاديه الغوا المشروع. نعم. بس بكلا الحالتين اذا مشيت في المشروع قول لي ليش مشيت، اذا الغيت المشروع حاسب وزيرنا اللي ورطنا في المشروع. اللي تم انه تم الغاء المشروع وما تم محاسبه احد، ودخلت الكويت الان قضيه تحكيم سقفها 2.5 مليار، وسمعنا ان في قضيه ثانيه الان ترفع في المحاكم الامريكيه مفتوحه السقف. نعم. بعد الموضوع هذا رحنا مجلس الامه قلنا يا جماعه خلونا نحقق في كل هالقضايا هذه. سقط اقتراحنا في مجلس الامه واسقطته الحكومه في سابقه. الحكومه 16 صوت صوتت، وانا كنت متوقع ان الحكومه ماشي خليني اكمل فكرتي لان هذا اتهام قوي. نعم. لازم نجاوب عنه. بعد ما سقط المشروع، مشروع التحقيق، احنا قدمنا مساءله ما حطينا فيها القضيه هذه. الداو كانت مدخل لسوء الاداره الموجود. الداو مشروع يقرر في ايام معدوده الغائه والموافقه عليه، وندخل ازمه تحكيم، والسبب يكون الازمه الماليه. انا اسال ومش على كل المواطنين، الازمه الماليه عمرها 4 ايام او 5 ايام. الازمه الماليه صارت تطحن في العالم من 6 أو 8 شهور او اكثر. او اكثر. نعم. لذلك خلي يكمل. لذلك احنا اتخذنا الطريق الدستوري والرسمي وقدمنا مساءله. الحين كل المطلوب من سمو الرئيس في 5 محاور انه يقوم على المنصه يقول انا الغيت الاستجواب لهذه الاسباب الاقتصاديه 1 2 3، والتقارير اللي قدمها وزيركم المؤسسه خاطئه. انا اول واحد من الناس راح اصفق له واقول له احل محمد العليم للنيابه لانه ورطنا في قضيه سقفها 2.5 مليار. لكن ماذا لو اكتشف الشارع والشعب الكويتي في المستقبل ان ما كان في اسباب حقيقيه للالغاء، وان كل هالاتهامات في ردود عليها بعد كل هذا وان ماشي خليني اكمل وان تم الغاء المشروع مثل ما الغيت كثير من المشاريع خوفا من المساءله السياسيه. وهالتخوف عندك حمايه كرسي الرئاسه ام الاقتصاد؟ نعم. الهاجس اللي عندنا موجود عندك. نعم. لذلك الاستجواب مو استجواب الداو. هذه انا برد الاستجواب مو استجواب الداو. بس لو سمحت طريقة التعامل اللي تمت مع المشاريع وصلت الرسالة هي الخاطئة. طريقة إدارة المشاريع هي الخاطئة.